السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا دالة من الدوال اللي هتختصر عليك وقت كبير جدا في الشغل. دالة بتخلصك من التكرار في ثانية وتخليك دايما شايف بياناتك بشكل نظيف ومنظم. الدالة دي اسمها يونيك. الدالة دي ببساطة بتطلع لك القيم الفريدة من أي عمود أو جدول. يعني لو عندك أسماء أو أقسام مكررة، هي هتشيل التكرار تلقائي وتعرض لك بس القيم المختلفة. فاصل بسيط قبل ما نبدأ الشرح العملي. خلينا بقى نروح على الجدول ونشوف ازاي نستخدمها خطوة بخطوة. بص يا سيدي، أنا عندي هنا جدول فيه الأسماء والأقسام من أول A2 لحد B12، وعايز أطلع قائمة بالأسماء الفريدة بس من غير أي تكرار. المكان اللي عايز النتيجة تظهر فيه هو العمود F، أول خلية فيه F2. فهاجي في الخلية F2 واكتب يساوي يونيك، وبعد كده أفتح قوس وأحدد العمود اللي فيه الأسماء، يعني A2 A12، وبعدين أقفل القوس وأضغط Enter. بص كده النتيجة اللي طلعت. الإكسل جاب لي قائمة بالأسماء الفريدة بس، وشال كل التكرارات. الميزة بقى إن الدالة دي دايناميك، يعني لو ضفت اسم جديد في الجدول الأصلي، القايمة اللي هنا هتتحدث لوحدها فوراً من غير ما تعمل أي حاجة. وطبعاً ممكن تستخدم نفس الدالة دي مع الأعمدة التانية زي العمود بتاع الأقسام مثلاً. كل اللي هتعمله إنك تغير النطاق من A2 ل A12 إلى B2 ل B12، وهتطلع لك قايمة بالأقسام الفريدة. وكده يا جماعة نكون فهمنا دالة يونيك خطوة بخطوة بطريقة سهلة وسريعة. لو الفيديو عجبك دوس لايك واشترك في القناة علشان تشوف باقي شروحات الإكسل بطريقة بسيطة وسلسة. أنا عبد الله شرارة، وده كان شرح النهاردة من قناة أبشيت. وخليك دايماً أب تو ديت مع إكسل